نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. أعلن نادي الاتحاد حصوله على شهادة الكفاءة المالية. بحسب ما أوردته صحيفة الشرق الأوسط أن الاتحاد يخطط لبيع حمد الله والعبود للشباب مقابل صفقة حسان تنبكتي. وأضافت الصحيفة أن نادي الاتحاد اقترب من التعاقد مع حارس نادي الخليج مروان الحيدري، كما يفاوض الحارس راغد النجار. وبالنسبة لصفقة فابينيو كان من المفترض أن تحسم خلال الثلاثة الأيام الماضية، وظهرت مشكلتين تم حل الأولى ولا يزال الاختلاف في الدفعات. الاتفاق بين الأطراف منتهي واللاعب لا يزال قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لفريق الاتحاد. وبحسب الصحفي بول جويس أن الاتحاد يتفاوض مع ليفربول على دفعات صفقة فابينيو، ومن المتوقع أن تتم الصفقة. تحدث مدرب الاتحاد البرتغالي نونو سانتو في المؤتمر الصحفي والذي يسبق مباراة الترجي التونسي في البطولة العربية غدا الخميس. أبرز ما جاء في تصريح نونو سانتو قائلا: اتخذت قرار عدم لعب مباراة ودية خلال فترة الإعداد منذ نهاية الموسم، وذلك لما عمله اللاعبين من مجهود كبير خلال الموسم الماضي، وهذا ما كان مخطط له مسبقا. وأضاف قائلا: إدارة الاتحاد أبلغتني بمشاركة جميع اللاعبين الأجانب الجدد بنزيما وكانتي وجوتا، بالإضافة إلى اللاعبين المحليين في لقاء الترجي التونسي. وقال: شاهدت آخر 4 مباريات لفريق الترجي وأعرف ماذا ينقصهم وما هي نقاط القوة في هذا الفريق، وستكون المباراة صعبة وليست سهلة، وطريقتي التي سألعب فيها سأحددها خلال ميران اليوم. أنتظر استجابة كبيرة من اللاعبين خلال أولى مباريات الموسم غدا أمام الترجي، واختيار العناصر الأساسية سيكون خلال الاجتماع الفني غدا قبل المباراة. وعن سوق الانتقالات قال نونو سانتو: في سوق الانتقالات نبحث دائما عن الأفضل للقدوم إلى فريقي، كما أن الأهم الحفاظ على قاعدة الفريق من اللاعبين، وعلى سبيل المثال رومارينيو يعتبر مثال للاحترافية الكبيرة. حتى الآن لم يكتمل صفوف الاتحاد بشكل كامل، ونحن في انتظار وصول لاعبين آخرين إلى صفوف الفريق. ورد مدرب الاتحاد على سؤال بخصوص استبعاد البيشي والعبود قائلا: أتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية والتطور كلاعب، وأتمنى أن يجدوا جهاز فني يتمكن من إخراج كل ما لديهم. وقال قائد الاتحاد البرازيلي رومارينيو: وجود اللاعبين الجدد يعتبر إضافة كبيرة بالنسبة لنا، لعبت في 3 مراكز مختلفة وأنا رهن إشارة المدرب أي مركز يريده مني. رفع نادي الاتحاد قائمته المشاركة في البطولة العربية، وضمت القائمة 8 المحترفين الأجانب، وهم مارسيلو جروهي ورومارينهو وإيغور كورنادو وعبد الرزاق حمد الله وطارق حامد وانغولو كانتي وجوتا وكريم بنزيما. ومن المتوقع أن يبدأ المدرب البرتغالي نونو سانتو بالتشكيلة الأساسية التالية أمام الترجي التونسي يوم الخميس المقبل: في حراسة المرمى مارسيلو جروهي، وفي خط الدفاع مد الله العليان وعمر هوساوي وأحمد شراحيلي وأحمد بن مسعود أو زكريا هوساوي، وفي خط الوسط كل من طارق حامد وكانتي أمامهم إيغور كورنادو، وفي خط الهجوم على الطرف الأيمن رومارينهو وجوتا على الطرف الأيسر وبنزيما كرأس حربة.